السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة ماي بسكوت. اليوم جبت لكم وصفة رائعة تاع كيك المحلات. هاد الوصفة غادي نعطيكم فيها كامل الأسرار باش تنجحوا فيه وما تزيدوش تشروه. سمحوا لي صحاب المحلات والمخابز، خرجت لكم كامل أسرار هاد الوصفة. عندنا زوج حبات بيض بدرجة حرارة المطبخ، غادي نضيفوا لهم رشة من الملح، حوالي ربع ملعقة صغيرة. نخلطوا هاد المكونين مليح حتى ينسجموا ويولي عندنا خليط رغوي. فيما بعد راح نضيفوا كيس فانيلا، ونضيفوا ايضا كاس قل ربع من السكر. انا هذا الكاس قل ربع تاع السكر قلعت منه ايضا قد ملعقه كبيره تاع السكر، لان راح نعوضها بشويه حسل. نخلطوا هاد المكونين مليح. الكاس اللي ندوه نعبروا به السكر، نعبروا به باقي المكونات الاخرين. بعد اللي نخلطوا السكر مع البيض جيدا، نضيفوا هنا العسل اللي هو مكون ضروري واساسي في هذه الوصفه وسر من اسرار نجاح هذا الكيك. نقدروا نعوضوا ملعقه العسل هنايا بمربى المشمش، لكن من الاحسن استعمال العسل. ملعقه العسل هي اللي تخلي لنا الكيك تاعنا طري من الداخل رطب، وفيه هذيك التعليكه اللي نلقاوها في لي كيك تاع المحلات. نزيدوا كما شفتوا ملعقه صغيره من او نصف ملعقه صغيره من عطر الكراميل. هذا عطر الكراميل يعطينا اللون الذهبي الغامق اللي نلقوه في لي كيك، ويعطينا هذاك لو غو كراميليزي تاع الكيك. اذا العسل والعطر تاع الكراميل ولا لا باتاغون كراميل هما من اسرار نجاح هذه الوصفه. زدنا هنايا زدت كما شفتوا شويه عطر الباتاغون دو فاني، وديت ملعقه كبيره من الزبده، حوالي 50 غرام زبده من النوع الحيواني. ثم تقدروا تدوا ايضا المارغرين. الكاس اللي عبرت به السكر عبرت به الزيت، وديت نصف كاس زيت، خلطته مليح مع هذوك المكونات ومع البيض. وفيما بعد نزيدوا ايضا نصف كاس من الحليب. الحليب هنا يكون ساخن، ما تدوش حليب بارد، ما تدوش حليب رايح دافي، دوه رايح للسخن. نضيفوه تدريجيا ونخلطوا مليح هذه المكونات وهذا الخليط. فيما بعد راح نزيدوا الفرينه اللي دينا فيها زوج كيسان وربع. ندير الكاس الاول، بعد نخلط شويه ونضيف خميره الحلوى اللي هي كيس، ثم نضيف الكاس الثاني ونخلطه. هنا نقطه مهمه، ما نبالغوش في الخلط، يعني نخلطه غير باش تدخل لنا الفرينه مليح في العجين هذا، ويكون عندنا عجين متجانس كما راكم تشوفوا. غير شويه. فيما بعد نزيد ملعقه كبيره من الخل او من عصير الليمون. انا هنا ديت عصير الليمون، ثم زدت ربع الكاس تاع الفرينه اللي باقي، ونعاود نخلط شويه حتى نتحصلوا على هذا القوام اللي كي نشكلوا رقم 8 تقعد لنا كما هي، يعني قوام ثقيل وكما راكم تشوفوا في هذا هو القوام. عندي هنايا مولا كيك ما بين، نقدروا ندو ما بين 20 حتى 25 سنتيمتر. نفرغوا العجين في المولا كيك، يعني نرفد الإناء من الأعلى ونفرغه، ثم بعد الشواء نقوم بإخراج الهواء من العجين كما راكم تشوفوا. هنا العجين اللي قلاه يرتاح. هذا السر من أسرار نجاح الكيك، هو العجين يرتاح ما بين ساعة إلى ساعتين. أنا هنا كنت مقلقة، خليتها غير ساعة، نصف ساعة خارج الثلاجة، ونصف الساعة الأخرى دخلته للثلاجة، وبديت في تسخين الفرن على 160 درجة. نخلو العجين يرتاح ساعة أو ساعة ونصف في الثلاجة من الأحسن، ونسخنوا الفرن على 160 درجة. دخلت العجين يطيب، وقبل ما ندخله شوفوا هاد الحركة هذه جد مهمة، انك تقطعي العجين بالسكين قبل ما تدخليه للفرن. يطيب على نار هادئة 150 160 لا أكثر، ومدة الطهي 50-55 حتى 60 دقيقة. هذا هو بعد اللي طاب خرجته مباشرة نغلفوه بفيلم غذائي. فيلم غذائي هنا نغلفوه ونخلوه ندخلوه للثلاجة يبرد، يعني نغلفوه هو ساخن. الغدوة من داك كي جبدته يعني مغلف في الفيلم من الفيلم أليمونتير، درت له معجون المشمش، مربى المشمش،
وزينته باللوز إيفيلي. هنا التزيين عندكم اختياري، كما تبغوا تزينوه زينوه. هذا هو الشكل تاعه. هذا الكيك من أروع ما يكون، جربوه ما راحش تندموا على النتيجة. يجي كما كيك المحلات أو تبعوا الأسرار والخطوات اللي عطيتها لكم وراح تنجحوا فيه. هنا كما راكم تشوفوا فيه درت له كونفيتور تاع المشماش، ومن بعد زينته باللوز إيفيلي. التزيين كما قلت لكم اختياري. هادو هما أسرار النجاح، الأسرار السر تاع الحسل اللي يعطيه التعليق ويبقى رطب من الداخل، عطر الكراميل اللي يعطيه اللون حتى هذاك الذوق كراميليزي اللي نصيبه في الكيك، المدة اللي يريح فيها، كيفية الطهي، درجة حرارة الفرن، كل هذه الأسرار تبعوها وراح تنجحوا فيه. هذا هو الشكل تاعه، راح نقسمها لكم وراح تشوفوا كيفاش السكين أو الموس يفوت وحده، يعني يجي رطب من الداخل وطريبل بزاف. شوفوا كيفاش غادي يفوت فيه الموس أو السكين، يجي رائع هذا الكيك، طري من الداخل ورطب ومعلق. جربوه ما غاديش تندموا ان شاء الله باذن الله. هذا هو، قسمت لكم القطعه، شوفوها كيفاش يجي عالي، يجي حتى الارتفاع تاعه يجي عالي بالبزاف يعني، ويجي طري، يجي ما شاء الله. شوفوا غادي نقسم قطعه وتشوفوا كيفاش تنقسم فقط بالملعقه، يعني فاسيلمون تنقسم. شوفوا كيفاش يجي من أروع ومن أحسن الوصفات تاع كيك المحلات، حتى أنه ينافس كيك المحلات الراقية. هذه هي الوصفة، وصفة اقتصادية ما فيها والو كما شفتوا، فقط بعض التقنيات في العمل وبعض المكونات كالعسل والكراميل. هذا ولدي داق قال لكم يا شباب، نتمنى إن شاء الله تجربوها وتنجحوا فيها. احترموا فقط مدة الطهي خلوا العجينة ترتاح ساعة أو أكثر. هادو هما الأسرار نجاح هذا الكيك. نتمنى زوار القناة إن شاء الله تشتركوا في القناة وتشاركوا هذه الوصفة مع الأحبة. إلى اللقاء في فيديو آخر مع ماي بسكوت.